قلنا لكم الدعاء عموما مرارا وتكرارا، ما تغفلوش، ندعو في السجود وندعو في كل الأحوال، واجب علينا. كيف إخواننا يقتلون بغير ذنب ونحن سكوت؟ هذا يليق بالمؤمن؟ لا يليق بالمؤمن. هذا أقل شيء نعين به إخواننا، لازم نقرأها جماعيا، نعين إخواننا الفلسطينيين بالدعاء. خطوات الله جربناها في الكورونا وانفعتنا، يلزم أن نكررها أيضا في أوقات كبعد العشاء، تكررونها 40 مرة وما أشبه ذلك. خطوات الله يحل أقدام ربطوا واشتت شل أقواما بين اختلطوا. الله أكبر سيف الله قاطعهم، كلما قد علوا بظلمهم هبطوا.